السوشيال ميديا ولعت بعد مشهد زواج وداد من شوقي في مسلسل جعفر العمدة. طبعا موقف جوزها الأصلي سيد هو اللي كان مصدر الجدل. سيد هيموت ويعرف إزاي مراته تتجوز واحد تاني وهي لسه على ذمته، فوداد ترد عليه بمنتهى البرود والمكايدة: أنا خلعتك من 7 شهور يا سيد. سيد قال لها: يعني كنتي عايشة معايا في الحرام؟ وداد قالت له: اللي تشوفه بقى يا سيد. السوشيال ميديا من بعد انتهاء الحلقة وهي بتتساءل: هل صحيح ممكن ده يحصل؟ واحد كتب بوست بيقول: لو فعلا هي خلعته بدون ما يعرف وفضلت عايشة معاه 7 شهور، يبقى المسلسل ده هيكون سبب في تغيير قانون الخلع المصري. أنا عملت سيرش بعد الحلقة فلقيت بلاوي زي كده، واكتشفت إن ده ممكن يحصل وبالقانون. واحد تاني رد عليه وقال له: الله ينور عليك، أنا عن نفسي أعرف حالة زي دي. جاري كان مسافر ومراته رفعت عليه قضية خلع بدون علمه واتجوزت كمان، ولما رجع من السفر اتفاجئ بواحد تاني في شقته، ولما سألها مين ده قالت له: ده جوزي، أنا خلعتك من زمان. واحد تاني رد عليه وقال له: الموضوع ده بيحصل من زمان وأنا شفت حالات بعيني والله. ربنا يستر علينا من اللي جاي. خليكوا انتوا كده اتكلموا وردوا على بعض لحد ما يبقى على الأرض الواقع حقيقة. واحد تالت كمان علق على البوست وقال: أنا محامي وبقولك إني بشوف الحالات دي كتير. أما الرابع فرد وقال لنا: ده فعلا قانون شائك، وحتى شيخ الأزهر وضح لنا عيوبه وياريت يكون في تدخل لتعديله. محامي كمان نشر على صفحته إن زواج وداد من شوقي صحيح بحكم القانون. المحامي تخيل السيناريو اللي ممكن يكون حصل، وكتب إن وداد قامت برفع دعوى خلع، وكتبت في الدعوى عنوان غلط، واتفقت مع المحضر إنه يقول لم يستدل على الزوج، وطبعا تم الحكم غيابي بتطليقها خلعا من زوجها، وبعد مرور العدة اتجوزت اللي اسمه شوقي ده. سيد بقى ممكن يرفع عليها قضية زنا، ده طبعا لو قدر يثبت إنها كانت عايشة معاه 7 شهور بعد خلعه. جدل واسع حول أحداث جعفر العمدة وحول قانون الخلع. يا ترى هو مخبلنا إيه؟ يا ترى هيتسبب المسلسل في تغيير قانون الخلع زي ما عملها قبل كده مسلسل فاتن أمل حربي؟ وهل ينافس محمد رمضان وحش الشاشة فريد شوقي الذي غير قوانين السجون المصرية بعد فيلم كلمة شرف؟ أدينا هنشوف الأيام اللي جاية هيحصل فيها إيه، وربنا يستر علينا من اللي جاي ومن دماغ المؤلفين.